الرئيس الأوكراني يبحث عن طريقة دستورية لحل البرلمان يوم الأحد تزامنا مع عيد الاستقلال. بعد هذه الأخبار السياسية والأمنية أخبار اقتصادية جاءنا بها الزميل نجيب بوغابة الذي يهتم في بدايتها بالغرامة المالية القياسية التي يدفعها بنك أوف أمريكا لتسوية نزاعات قضائية. 17 مليار دولار عادل هو مبلغ الغرامة المالية التي سيدفعها بنك أوف أمريكا لإنهاء تحقيقات تتعلق بتضليل مستثمرين في عمليات مالية مضمونة برهون عقارية قبيل الأزمة المالية. 9.5 مليار دولار ستدفع نقدا، والباقي في صورة مساعدات للعملاء وأصحاب المساكن المتعثرين. الغرامة هي الأكبر من نوعها التي تفرض على مصرف أمريكي بسبب انتهاكه للعقوبات الأمريكية وإخفائه لحقائق هامة تتعلق بجودة القروض. نستمع إلى المدعي العام الأمريكي. أريد أن أكون واضحا، هذا الاتفاق من عدة مليارات هو الثمن الذي يجب دفعه لممارسة هذه الأعمال. هذا الاتفاق لا يمنعنا من ملاحقة البنك وعامليه مرة أخرى. هذه المؤسسات المالية احتالت عن قصد وباعت قروضا على شكل استثمارات مضمونة. خبرك الثاني نجيب يتعلق بشركة مطاعم ماكدونالدز. خطوة جديدة في الحرب الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة على خلفية الصراع في أوكرانيا. وكالة حماية المستهلكين في روسيا قررت تعليق العمل في عدد من المطاعم التابعة لسلسلة ماكدونالدز الأمريكية في موسكو. السبب المعلن هو عدم احترام هذه المطاعم لمعايير السلامة، لكن هذا القرار يأتي فيما تكثف روسيا إجراءاتها للرد على العقوبات الغربية المفروضة عليها. التفاصيل في تقرير فدوى أبو شنب. هذا الإعلان أعدته سلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا عام 2010 للاحتفال بمرور 20 عاما على دخولها السوق الروسية. أما الآن فالوضع تغير. الوكالة الروسية لحماية المستهلك أعلنت إغلاق 4 مطاعم تابعة لماكدونالدز في موسكو. السبب المعلن هو عدم احترام معايير السلامة. من وقت إلى آخر يفرضون علينا العقوبات، لماذا لا يمكننا اتخاذ خطوات مماثلة؟ فماكدونالدز يمثل الغرب، هو إجراء جيد ورمز يظهر للغرب أنه بإمكاننا الرد. هذه الإجراءات من دون جدوى. إذا وصلنا إغلاق المطاعم وفرض عقوبات على الواردات ثم نيل عقوبات من الغرب في المقابل، فنحن نفرض على أنفسنا العقوبات. هذا عار. بالنسبة لي ليس هناك أي سبب وراء ذلك، ولا سيما أن ماكدونالد ينتج محليا هنا في روسيا فقط. العلامة التجارية أمريكية. الشهر الماضي تم إغلاق عدة مطاعم تابعة لماكدونالدز في شمال غرب البلاد للأسباب نفسها، والشركة قالت من جهتها إنها تقوم بما هو لازم لإعادة فتحها بسرعة. ومع الأرقام والبورصات الأوروبية التي تغلق اليوم على ارتفاع على ما يبدو نجيب. بالفعل على اللون الأخضر، الأسهم الأوروبية تعود اليوم إلى الصعود بعد ظهور مؤشرات عن دعم جديد من البنك المركزي الأوروبي لقطاع المؤسسات. مؤشر كاك 40 الفرنسي أغلق على ارتفاع ب1.23%. مؤشر داكس الألماني أغلق كذلك على ارتفاع ب19%، ومؤشر فوتسي البريطاني أغلق على ارتفاع ب13%. ارتفاع آخر نجيب، يبدو أن ما يحدث في ليبيا لا يمنع النفط الليبي يعني من رفع إنتاجه. بالفعل على الرغم من عدم الاستقرار الأمني، يشهد قطاع النفط تحسنا تدريجيا في ليبيا. فبحسب متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، فإن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى 612 ألف برميل يوميا من 560 ألف برميل يوميا قبل أسبوع. هذا وكانت ناقلة نفط قد رست أمس في ميناء السدرة شرق البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من عام على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية.
إلى جارة ليبيا، إلى تونس التي تريد دعم ما يعرف بالانتقال الاقتصادي وتعقد لذلك مؤتمرا.